بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن طرق التدريس بالجامعات الأوروبية والدرجات العلمية في أوروبا في العصور الوسطى. أولا، طرق التدريس بالجامعات الأوروبية. كانت طرق التدريس في الجامعات الأوروبية تعتمد على التلقين الشفوي، حيث يقوم الأساتذة بإلقاء محاضراتهم على الطلبة، يعقبها سلسلة من المناقشات بين الأساتذة والطلبة حول المحاضرات. وقد اعتمد التحصيل الدراسي على ذاكرة الطلاب، حيث لم يكن الورق قد انتشر في هذه الفترة حتى يتمكن الطالب من تدوين المحاضرات. كما كان الورق المصنوع من الجلد مرتفع الثمن، ولم يكن لدي كثير من الطلاب القدرة على شرائه. ومع ذلك فقد تغلب بعض الطلبة على هذه المشكلة من خلال قيام مجموعة بشراء هذا الورق الجلدي، والقيام بتسجيل ما تعيه ذاكرتهم من معلومات، ثم يقومون بتبادله فيما بينهم للاستذكار. كذلك لم تكن للجامعات مباني خاصة، مباني مستقلة في البداية، فلم يكن هناك سوى بعض الغرف الملحقة بالكاتدرائيات، وقد خلت هذه الغرف من المقاعد، فكان الطلاب يجلسون على الأرض أو على وسائد محشوة بالقش. ثانيا، الدرجات العلمية. أما الدرجات العلمية التي كانت تمنحها الجامعات الأوروبية في العصور الوسطى، فأولها درجة البكالوريوس، وهي توازي درجة الليسانس في الكليات الحالية. وكان على الطلاب الذي يرغب في الحصول على هذه الدرجة أن يدرس عدد معين من الكتب في النحو والمنطق، ثم يمتحن أمام لجنة مكونة من 3 أو 4 أساتذة. فإذا اجتاز الامتحان يقوم أساتذة باختباره، ثم يمنحه الدرجة ليصبح معيدا، ويكون مؤهلا للحصول على الدرجة العلمية التالية، وهي الليسانس، وتوازي الآن درجة الماجستير. فكان على الطالب أن يقرأ بعض المتون ويشرحها خلال عامين، يحصل بعدها على الدرجة العلمية لينتقل إلى الدرجة الأعلى، وهي درجة الأستاذية، وهي تساوي الآن درجة الدكتوراه. وكان الإعداد لهذه الدرجة يستغرق من الطالب حوالي من 5 إلى 6 سنوات. يؤدي بعدها الطالب امتحان خاص وآخر عام، ثم يقوم بإلقاء درس تجريبي أمام لجنة تدريبية تختبر قدرته على التدريس، بمنح بعدها الدرجة بشرط ألا يقل عمره عن 35 عاما. وإلى اللقاء في الموضوع القادم بإذن الله، وشكرا على حسن الاستماع.